جد بلجيك بنادم راه بغا يدير لك المينوط. عمو حاجة بارك الله فيك. صافي سيب الكاميرا قدام. إذا من هو إلياس المالكي؟ إلياس المالكي من مواليد 8 أغسطس 1996 هو صانع محتوى وستريمر مغربي شهير، يعد من أبرز المؤثرين على منصات يوتيوب كيك وفيسبوك. يشتهر ببث ألعاب الفيديو والتعليق على الأحداث الرياضية والاجتماعية، وحقق شعبية واسعة أهلته لقيادة المنتخب المغربي في دوري الملوك في 2025 رغم إثارة محتواه للجدل ومواجهته لقضايا قانونية. ولد في مدينة الجديدة المغربية، بدأ مسيرته في البث المباشر عام 2020 واكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في المغرب والعالم العربي. في الربع الأول من عام 2023 تصدر قائمة أكثر اليوتيوبرز مشاهدة على يوتيوب متجاوزا مشاهير عالميين، ويصنف ضمن أفضل 10 مقدمي بث مباشر مشاهدة على منصة كيك. قاد المنتخب المغربي في البطولة التي أقيمت في إيطاليا عام 2025 إلى دور نصف النهائي بدعوة من جيرارد بيكي. واجه المالكي مشكلات قانونية بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة، حيث تمت إدانته في أواخر 2025 بالحبس 10 أشهر نافذة بتهم تتعلق بالسب والقذف والتحريض. يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الشباب الذين يعتبرونه صوتا لقضاياهم واهتماماتهم. يتميز محتواه بتناوله مواضيع اجتماعية وثقافية تتعلق بالشباب المغربي، ويسلط الضوء على قضايا حساسة بأسلوب مباشر مشجعا على النقاش المفتوح حول مختلف القضايا. ورغم شعبيته يواجه المالكي بعض الانتقادات، حيث يرى البعض أن أسلوبه جريء وتناوله لمواضيع حساسة لا تتوافق مع القيم المحافظة للمجتمع المغربي. كما استقطب الأنظار مجددا بعد إعلان النجم الإسباني جيرارد بيكي مؤسس دوري كرة القدم السباعية دوري الملوك عن اختياره للمالكي لرئاسة المنتخب المغربي في النسخة الأولى من كأس العالم التي تم تنظيمها في بداية عام 2025. هاني يا ابو حيد الفيديو. مضادرك اطلق واطلق قاعد تصور مضادرك وصندالت ونهار غطبق غردم سير ولا. كما سبق وأن تورط في قضية قانونية إثر اعتدائه على يوتيوبر مغربي معروف يدعى البرقادي، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى 6 أشهر بعد إسقاط تهمة السرقة. سلح استغفر الله عليك. السلح كيبقى السلح راه مخو صغير، مخو جيعان. كما خضع للتحقيق بسبب هذا الكلام الذي اعتبر مسيئا للأمازيغ، ما أثار استياء واسعا لدى العديد من المغاربة الذين اعتبروها سبا وشتما وتشهيرا ضد فئة هامة من المجتمع المغربي. رغم نجاحاته أثار المالكي جدلا بسبب بعض القضايا القانونية، حيث تعرض للسجن مرتين بتهم تتعلق بالاعتداء والتمييز، لكنه حصل لاحقا على تخفيف للعقوبات بعد تنازلات من الأطراف المعنية. كما يبرز اسم إلياس المالكي كأحد الأسماء التي اختارت أن تجعل من الشهرة جسرا نحو الخير، ومن التأثير الإيجابي رسالة إنسانية تتجاوز العالم الرقمي لتصل إلى قلوب البسطاء وأبواب المحتاجين. بعيدا عن الاستعراض وطلب الأضواء، يواصل إلياس المالكي أعماله الخيرية في صمت ونية صافية، من دعم الأرامل وتكفل الأيتام إلى مساعدة مرضى في أمس الحاجة للعلاج.
كما سبق أن أعلن عن تبرعه ب20 مليون سنتيم لمتضرر فيضانات شمال المغرب، استطاع أن يرسم لنفسه صورة الإنسان القريب من معاناة الناس لا المتفرج عليها. ما يميز مبادراته هو السرعة في التفاعل والصدق في النية، فكم من مرة شوهد وهو يتنقل بنفسه لزيارة الحالات ومواساتها. يحمل الدواء بيد والأمل باليد الأخرى، بل الأكثر من ذلك فقد استطاع أن يحرك همم متابعيه ويحولهم من جمهور رقمي إلى شركاء فعليين في صناعة الخير. ولأن الكلمة الصادقة لا تحتاج لخطابات رسمية، فقد كسب إلياس احتراما واسعا من شرائح مجتمعية مختلفة، حيث أصبح اسمه مرتبطا بالفعل النبيل والغير على أبناء بلده والوقوف إلى جانب الضعفاء بدون حسابات ضيقة أو مصالح خفية. وفي بلد لا يزال فيه كثير من المواطنين ينتظرون بصيص أمل، يبدو أن مثل هذه المبادرات الفردية وإن جاءت من منصات بسيطة قادرة على صنع فرق حقيقي. وسبق أن عمل بادرة إنسانية نالت إعجابا واسعا من متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي. قام اليوتيوبر المغربي إلياس المالكي بتوزيع قفة رمضان على الأسر المحتاجة، ونشر المالكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر لحظات توزيع المساعدات التي تهدف إلى مساعدة العائلات المحتاجة في هذا الشهر المبارك. وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الخطوة، مبرزين روح التضامن التي أظهرها المالكي، كما سبق عن عزمه على جمع مبلغ 22 مليون لمساعدة فتاة مغربية تعاني من مرض نادر. وهنا تنتهي حلقتنا. أطلب منكم إخواني أخواتي أن تدعموني بلايك واشتراك وتعليق والبارتاج إذا كنتم تريدونني أن أستمر. Oh, nice. Sí. Ahora, ¿solo ves eso? Nice. Look here, one here with. Oh, with you.